واليوم جبت لكم أطيب وأفخم وصفة للفريكة المفلفلة مع الدجاج المحشي والمشوي، من أكتر الأكلات يلي بحبها وبتفنن فيها. رح أعملها معاكم اليوم على طريقتي، ومتأكدة كل حدا رح يجرب هاي الوصفة رح يدعيلي عليها. الفريكة مفلفلة وبتشهي القلب ما شاء الله، كل حبة بحبتها، والدجاجة تتبيلتها خرافية، بجد طعمها كتير مميز. تعالوا نعملها سوا خطوة بخطوة. وقبل ما نبلش بوصفتنا الرهيبة لليوم، حابة أقول لكم إني كتير بحتاج دعمكم. بتمنى ما تبخلوا علي باللايك للفيديو والمتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. وهلأ خلونا نقول بسم الله ونصلي على النبي ونبلش. رح أحتاج هون ل3 أكواب من الفريكة الخشنة، ورح أبدأ بتنقيبها. وبس أخلص من تنقيبها كتير مهم أغسلها مرة ومرتين وثلاث، رح تطلع عنا كتير أوساخ. كتير مهم إنكم تتأكدوا إنها نطفت عندكم تماما. لاحظوا هلأ هون كيف بعد أول مرة غسلتها. بعد ما أخلص من غسيلها بنقعها بمية دافية يا دوب بس 10 دقايق. وهلأ رح أتبل الدجاج بمعلقة صغيرة من الثوم الباودر، معلقة صغيرة من البصل الباودر، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من بودرة مرق الدجاج، وكمان معلقة صغيرة من بهارات الكاجن بتلاقوها عند العطار. ولو حابين أترك لكم مقاديرها اكتبوا لي بالتعليقات. رح أضيف معلقة ونص من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود، وآخر شي رح أضيف مغلف من بهارات السازن بتلاقوه بالهايبر ماركت أو السوبر ماركت الكبار. طعمته كتير طيبة ومميزة، بنصحكم إنكم لو توفر عندكم تستخدموه، كتير رح يفرق معاكم بالطعم. حركت البهارات مع بعض، وهلأ رح أضيف عليهم 4 معالق كبار من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. بحركهم شوي وهيك التتبيلة بتكون صارت جاهزة. رح أحتاج لدجاجة وزنها كيلو 300 جرام. هلأ بالنسبة للدجاجة أنا بنظفها كتير منيح، وبس أخلص من تنظيفها بعصر عليها ليمونة كاملة، وبترك الليمونة عليها بنشفها، وبضيف عليها التتبيلة يلي حضرتها معاكم. بحاول أوصل التتبيلة لكل أجزاء الدجاجة. هلأ بترك الدجاجة على جنب شوي. وحابة أذكركم وأقولكم لو ما عملتوا لايك للفيديو بتمنى ما تنسوني من دعمكم، وما تبخلوا علي باللايك لأنه اللايك كتير مهم لدعم الصفحة. بطنجرة على النار رح أضيف ربع كوب من زيت الزيتون. بفضل تعملوها بزيت الزيتون عن السمنة أو الزيت النباتي، لأنه زيت الزيتون مع الفريكة كتير أطيب. نزلت بصلة مفرومة ناعمة على زيت الزيتون وقلبتها، وبس دبلت ضفت البهارات. والبهارات معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، الهيل، الكركم، القرفة، معلقة كبيرة من الملح، مغلف من بودرة مرق الدجاج، وحمصتهم مع البصلة لطلعت ريحتهم الحلوة. ضفت الفريكة. طبعا هون مثل ما قلت لكم أنا نقعت الفريكة بس 10 دقايق. هلأ في كتير ناس ما بينقعوا الفريكة أبدا، بس أنا بعملها بهاي الطريقة، وصدقا كل حدا جربها عندي طلب مني طريقتها. قلبت الفريكة مع البصلة والتوابل، وهلأ رح أضيف عليهم مية مغلية. طبعا بتقدروا تضيفوا مرقة الدجاج لو متوفرة عندكم. رح أخلي المية دوب بس تغمر الفريكة. بغطي على الطنجرة وبوطي عليها وبتركها تستوي نص استواء. وهون بعد ما استوت نص استواء أخذت تقريبا 5 معالق كبار. هلأ برجع بغطي على الطنجرة وبتركها لحتى تستوي استواء كامل. رح أبدأ أحشي الدجاجة هلأ بالفريكة، ولما أحشيها ما رح أضغط على المعلقة أو أضغط الفريكة جوا الدجاجة، وما رح أزيد كتير الكمية، لأنه بصراحة ما بحب تكون عندي الفريكة كتير مخبصة أو مثل المعجنة جوا الدجاجة، بحبها تطلع معاي مفلفلة. وبس أخلص من حشيها رح أبدأ بتخييطها بهذا الشكل. متابعيني الحلوين خبروني من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب أتعرف عليكم وأضل على تواصل دائم معاكم. بعد ما أخلص من تخييط الدجاجة رح أربط الإجرين بهذا الشكل يلي عم بتشوفوه. وهلأ رح أحتاج للأكياس الحرارية يلي بنشوي فيها الدجاج. رح أحط فيها يا دوب معلقة صغيرة من الزيت. وهون أنا بحب أضيف الزيت لحتى ما تلزق عندي جلدة الدجاجة بالكيس ويطلع شكلها مو مرتب. رح أسكر الكيس كتير منيح وما رح أعمل فيه ثقب. ورح أحتاج لصينية. بنقل الدجاجة على صينية، وبضيف على الصينية كوب من المي. بدخل الصينية على فرن محمى قبل بوقت على الرف الوسط على درجة حرارة 200، وبترك الدجاجة شي ساعة ونص لحتى تستوي عندي تماما وتطلع منهنها وبتشهي القلب. طبعا بعد ما استوت عندي الدجاجة فتحت الكيس وحمرتها من الوش. والفريكة قبل ما تستوي عندي بكم دقيقة ضفت لها معلقة كبيرة من السمنة، وهلأ سكبتها. جد ما بتتخيلوا قديه هالوصفة بتشهي القلب، لازم تجربوها كتير رح تحبوها. لو عجبتكم وصفتي لليوم بتمنى ما تنسوني من دعمكم ومن صالح دعائكم، وصحتين وعافية مقدما.